هذا اليوم المبارك اللي عرف انشاء واحد الاطار قانوني اللي غادي ياثر الفلاح التطاوي اللي كان كيعيش في العشوائيه، اللي كان ما عندوش حتى تأطير، ومن خلاله غادي يكون ان شاء الله الاستثمار الفلاحي واحد في طاطا اللي غادي يشجع الشباب ديالنا باش يدخلوا لهذا النوع ديال الاستثمار، لانه طاطا كما تعرفون ما عندهاش شي نوع اخر باش ندخلوا فيه الاستثمار. اللي عندنا فيه امل الان هو القطاع الفلاحي، اللي كنتمنى ان شاء الله من السلطات والاخوه المنتخبين انهم يساعدوا الشباب ويبسطوا المساطر على الشباب ديال الاقليم باش ان شاء الله يبقى هنا مستقر في طاطا ويستثمر لنا في القطاع الفلاحي، لانه القطاع الفلاحي هو القطاع الوحيد الواعد هنا في الاقليم. الفلاحين ديال طاطا اللي كنتمناو ان شاء الله على انه هذا اللغط بعد اللي كاين ديال البطيخ الاحمر وكذا، حنا غير باش يعرفوا الجميع راه حنا ماشي مع شي نوع ديال الزراعه، حنا مع الدفاع عن حقوق الفلاح عامه، الفلاح التطاوي اللي كنعرفوا بانه الواحه شاخت، الواحه مابقى عندها ما تعطي. اولا الفرشه المائيه راه عالميا نزلات لاناب ديال الفرشه المائيه، مابقى عندها ما تعطي. الواحه ولات عندنا واحد نوع من التراث لا مادي نقولوا ولا مادي، ولا واحد النوع ديال ايكولوجي. الواحه دابا راه مابقاش عندها ما تعطي، مابقاش فيها الثمر. اللي خصنا نديروه هو واحات بديله، خص السلطات المعنيه بالامر والمنتخبين يتحركوا في هذا الامر باش تكون عندنا واحد الواحات بديله ان شاء الله. في اطار هذا التنظيم ديال التاسيس ديال هذه الجمعيه اشتغلنا عليه مده ما يزيد عن 20 يوم تقريبا. كانت هناك لجنه تحضيريه تواصلت مع جميع الفلاحين وجميع المعنيين بالامر في هذا الميدان، وكان تقبل الفكره، والفلاح التطاوي كان خاصه باش يدير هذا الاطار هذا اللي غادي يتكلم باسمه في جميع شتى انواع المزروعات الفلاحيه اللي كتدار في الدوله المغربيه، بما فيها النخيل والاشجار المثمره والازهار الطبيه وغير ذلك. وتم انتخاب الرئيس، ومن بعد الرئيس سينتخب سيعين جميع المكتب ديال الجمعيه اللي غادي تسهر على امور الفلاح. هو يكون واحد التنسيق ما بين الاداره المسؤوله وما بين الجمعيه وما بين الفلاحه. بغينا كل منطقه نخصوا لها واحد الزراعه باش يكون على الاقل واحد الاكتفاء الذاتي، لانه الامن الغذائي هذا هو الاساس عندنا، لانه تبارك الله الاقليم ديال طاطا كيتوفر على واحد المنطقه شاسعه وكاين احواض مائيه اللهم بارك لا باس بها الحمد لله. الجمعيه طبعا الاهداف ديالها يعني كتشكل في المرافعه على الفلاح في كل القضايا اللي كتتعلق يعني الفلاح بشكل عمومي وبالبيئه وبالمحافظه على الثروه المائيه، كذلك يعني التأطير فيما يخص جميع القوانين التنظيميه اللي كتتعلق بالقطاع الفلاحي. وكنتمنى ان شاء الله تكون واحد القناه ديال التواصل بين الفلاح وبين المؤسسات يعني المعنيه، بين السلطات الاقليميه وبين الغرف الفلاحيه. الرساله الاخيره اللي غادي نقول للفلاحين باقليم طاطا انهم يحافظوا على الثروه المائيه ديالهم، يشتغلوا في اطار القانون، يحاولوا يعطوا افكار ومقترحات، ويحاولوا ان شاء الله يشتغلوا داخل اطار القانون، ويشتغلوا ويعني يحاربوا العشوائيه باش الاقليم ديالنا يعني من جهه نحافظوا فيه على الماء، ومن جهه كذلك نحافظوا على التشغيل ونحافظوا على فرص الشغل.